طبعا الله. سيدنا شنو هاي الحجامه؟ هاي حجامه تسمى حجامه جافه، الحجامه ثلاث نوعيات، حجامه دمويه وحجامه جافه وحجامه تدليكيه، نخلي القلاص هنا نفره على الجسم، نخليه زي الزيتون ونفره على الجسم. هاي فائدتها تطلع السموم من الجسم، تفيد الرياضيين، الشنجات الجسم، العمود الفقري اذا هنا وكو مكانات دمويه، الدمويه ينظروا بالكاهل، الكبد والقلب، نشاط الجسم كله، العصعوص، هذا العصعوص اول شيء جسمك ركض عليه كله، حتى الجنس هذا المكان، شوفه الجسم كله هذا العصعوص، لان جسمك وين متركز عليه؟ من على الفقره الاولى، قرب منها هو يا محمد احتجم وامر امتك بالحجام فانها شفاء من كل داء الا السام، السام شنو معنى السام؟ الموت، يعني اذا جاك الموت انت بدك حجامه؟ ما فقلت لك الحجامه نبويه، طب اهل البيت، بس الحجامه تطير مو اي واحد. التشريطات تخطي، انا نشرح لك منها الصبح ما وايد دوخ. التشريطات لازم مستوى الجسم، هيك التشريطات ما يصير. اكو حجامين جاني واحد حاجب ضاربه هيك غطا، المفروض وي مسرى الدم اللي جوا، هذا علم يعني موجود باليوتيوب بكل مكان بالصين، وهاي ما يشتغلونها. انا عندي مقطع والله العظيم هسه تطبوا اليوتيوب الحجامه وطبوا على المصري، اكتب حجامه ناريه تطلع مالتي على المقطع، ماخذ المقطع مالي وش كاتب عليه؟ كاتب هذا الطب القديم، واحد مصري هسه طب عليه، شوف صورتي انا بين وماخذ له مليون بالنشر هذا. فهاي الحجامه انا اول شيء انا حجامه هاي اسويها كل شهرين، بس الناس اللي عنده اذا عنده الم او عنده انزلاق او كذا نسوي جلسات كل اسبوع، جلسات تصير هاي تمشي على سنسول ناشف علاج للجسم. والدمويه لا، الدمويه اللي يدخلون نارجيله ويدخلون جقاير كل شهر ونص على مواليد، جيل عمره 30 يوم اللي يدخن، بس اللي ما يدخن على راحته تصير كيف يعني ينضرب واحد كبد وقلب، اللي ما يدخن، بس اللي يدخن يزول عند اللزوجه. شلون؟ قل لي شلون اللزوجه؟ اللزوجه القلب يعتبر ماطور، شنو القلب شنو فايدته بالجسم؟ شنو فايدته؟ سني؟ ينقل الدم. القلب ايش يسوي؟ ينقل الدم. ينقل الدم، ما مثل ما احنا هسه نوصل فكره، احنا خوفنا شي بالطب، هسه احنا كل شيء ماكو بالطب، نقول الماطور مال الماي شنو فايدته؟ يوزع للبيت ماي، بس اذا انقطع واذا خلينا بالماطور طين طب وهذا يظل يقطع وكذا كذا نفس الشيء. القلب اذا صارت لزوجه يصير ثخين، ترى مو زي اباكم موجود الدم، يصير ثخين يظل يضخ القلب يضخ حتى يصير فحطه يصير كل شيء ما يشتغل صوره صح، لان اللزوجه عندك بس خلي دمك 13 لا يصير طاقه قوه عندك ونشاط عندك، خصوصا الرياضيين اللي دائما يركب كذا، يعني هو رياضي ويروح يدخل نارجيله ويدخل شورى صح ولا مو صح؟ والدم اذا زاد فوق 13 ونص 13 الله يكفيك بالشر، يعني صعود على الجلطه جاي يصعد اي شيء ياثر عليك اذا صعد، بس لا دائما واحد يحلل يشوف دمه يكون مو على 13 حتى يرتاح. شلون يقول هسه بالسكر والله سكري 120 انا مرتاح ما صاعد 130، يعني 120 سكري الضغط مالي 120 مرتاح ما صاعد. الزوجه نفس الشيء، وصلت الفكره؟ فانت اوصيك انا ان تروح باكر تحلل وقلت تفرغ ورا لعبتك، تعال نسوي لك دمويه حتى ننزل لك نسبه هذا الدم عندك، وانت بعد كيفك تروح تتبرع. التبرع هسه اعطيك فكره، التبرع اعطيني قلاصين يمك، التبرع تعال قرب من كاميرتك، التبرع نقول ذني قلاصين، انا هسوي لك، انا من اسوي لك هيك اوصل لك الفكره لك. التبرع قلاصين، من اعطي تبرع اعطي قلاص جديده وعليه هذا مطي، والدليل اللي حياخذه يشتغل به مطي جديد، انا ما مطي مستعمل القلاص هذا جديد جايبه من عندي من النايلون مطي له يستعمله ولا ما يستعمله، بس اذا اعطي قلاص وسخ او مكسر يفيده. هاي الخلايا الهربه المكسره تاذي من ان خلايا بالجسم خوات، نقول بتفد 1000 خليه، اذا خليه وياها مريضه ما تساعد اختها تظل تبطش بمكانها ما لها منفذ مو نشيط، المفروض الخلايا وين دم حركه الجسم كله، فهاي الخليه تتجمع بمكان. اعطيك بعد فكره مثل الحبايه اذا ما تحصرها بالجسم ما تطيب، طبعا مو صح نفس الشيء تجيب جذورها نفس الشيء طيب. هاي الفكره وصلت الفكره هسه؟ انا وصل لك الفكره. فقلت لك التبرع اكو ناس تبرع اذا دمه 18 يعطي تبرع حجامه لين ما ينزل
ماكو من التبرع يسحب يعطي له بطل دم، ينزل ينقبل ينزل له 5 لا ما ينزل. ماكو هيك. فلازم يحجم ويتبرع على مود يسيطر على ابوه. يعني ان شاء الله انت بالعمر هذا عمرك 18 سنه تقول لي 18 ما معقوله. والله